كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما وعملا يا رب العالمين. هلا طيب والله درس ويا إن شاء الله هلا تحر درسه أما ذاك شرح منظومة البيقونية إلى الحديث المنكر على جحس وترويه. ثم انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث. صوت إحاء ناظم بيقوني إذا قيه حديثا قدر باق دي حوالي. وقد سبق له ذكر في الحديث الشاذ وهو الحديث المنكر. الأحتان دويتر دروي داق حديثا داق منكر والشطر إذا ويشاذ حديث دويتش حديث رويس. فقال بيقوني سبوه والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. منكر حديثة إذا شاس عم راوي استيوشتك دويس إشتراوي وإذا تن عدالة وشا تفرد تن خليش يوش دويش دول حديث توكيس وشاس عم دي تقية تدويش دول حديث كون شيء دي حاشية شاولك ودي تيشورش حديث تاسكيس هنداجي كون عدالة كون حفظ أهلوات إذا متفردا حديث ديت. وقد عرف الناظم الحديث المنكر بأنه ناظم بلغة دي منكر حديث خلر الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي تعديله أو حفظه لا يجعله أهلا لأن يتفرد بمثل هذه الرواية. حديث إذا منكر حديث إذ دعونا الذي يتفرد به الراوي سشاد يجتر الحديث تو يستحقني قخلا بندئنا دوجتر اشتراوي وإذ تعديله أو حفظه لا يجعله أهلا تسن عدالة تن حفظ تن بامت أهلوات متهما أهلوات لأن يتفرد بمثل هذه الرواية فشات حما هو رواية تسوى ديت. وقد أشار إلى هذا المعنى قبله الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في تقدمة الجرح والتعديل والتشيجين ابن حبو حاتم سحقين إذ معا فقال سؤالر يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه تقى حديث صحيح خلال حديث حدل بوتشير عدالة حاجن هلشدو وتسوت أدوسشدو وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة تعديش تنقمي الإدارية تنقمي الخلديشدو إدارية تنقمي الخد داديشدويز ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. تاقى إحاديث غيظ خضر خأوين إحاديث يوقع منكر خضر خأوين ميتومنت إحاديث نكارت خضر خأوين ميتومنت بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. إذا عشي عدالة قوتش يوشوشوا رواية شايتر دوكس مثلا اتياخ غربة العالم ناهبو سار تعمو ديسنا ذاتي عديس حقوبي سنة تفرد هذا عدن شيحة بس يتزا ديسر ويتفرد بوشتك هدو. ولا شك أن هذه علامة على نكارة الحديث. ولا شك أن هذه علامة على نكارة الحديث يعني علامة أني اسم يرش. ولا شك أن هذه علامة على نكارة الحديث. شيك وياتس إذا يتولق حقينك إذا بلغل خلر إحاديث منكر خلر تأنيس وشاء يلبلغل ويويس. وقد قيل غير ذلك في تعريف المنكر فمن قائل تقهيز ولك عين يوشو تعريف يوشو قيش تعريف
حقينة منكر حديث أفرد لاني. فمن قائل أوتو قال مثلا هو ما روى الراوي الضعيف مخالفا. إذا غير والشولش راوي حديث دوز حديث مخالفا خلط الويش. صحيح دوش حديثا خلط الويش غير تراوي سديتر دوز ابن حجر سهلر. ومن قائل اشتا تو منكر حديث تعرف إن شارهون هو ما يتفرد به المقل من الحديث ولو كان ثقة. إذا راويس حديث ديتر دو يراوي ثقة تيش ميويس أم درح حديث وشات عم دوش دو قيتش رواج دوش دات إذا تفرد دو إذا نو يحديث دوش ويق مقل تويس حديث كإزق دوش وقز شوك إزق حديث دوش تأكا منكر حديث خول ألا تحبوا العلم إيش أفرد لاني يلت منكر حديثي. ومن قائل هو أصحابه تشارم ويلت منكر حديثي هو ما يتفرد به واحد ممن دون التابعين ولو كان ثقة. إذا تابعين شر لخروا توتو متفردا شات حم إدي تحا إدوج فكتيش ميورح إذا منكر حديث سؤال. ومن قائل تعقية مو تعريفات منكر حديثي هو ما يتفرد به عن بعض الحفاظ المشهورين من ليس من الحفاظ المعتنين بحديثه ولو كان ثقة. إذا بقي حفاش غرب والحفاش خا تار تدو تقوى متفرد هو تحمدي تردو حديث تاقى تار نيوق أهو تار حديث تار ديتن دات قوة ديتن تويس تار شاتع ولا تعلق والحديث ديتر يحديث دوش وجا حفا شهواتيس تويستا دو بقي عين الناس إشتا واتيس بو ولو كان ثقة إدوش والراوي تيشمي ولح تحفا الشخشة تعلق والرباح ندولش إذا لا رتع بوجارة منكر حديث. ومن قائل هو مخالفة متن الحديث للقرآن أو صحيح السنة. إذا قرآن تو حديث متن تو قرآن يصحيح دوش سنة خلط ويردو على تعبوتار منكر حديث. تو اتعان حديث منكر حديث مسيت تعريفي تقوي تو قعبو شارح. وكل هذه التعريفات صحيحة انت إميال ويتن ولا يبردلين شاي جنيسيو لا يغني بعضها عن بعض. إش ووشا خطسخ يستيول شوش ووشا معا تجعد الشوش ويتجتمع ولا تفترق. إش تتحان ووش قيشوك أشياتوش دوحدو على ووش ياتوش ميال هو ووش قيتش معا ووشا تجعد الشوش. إلا أن المعنى الجامع للمنكر هو أمدلح تلوش دول معنى منكر حديث بوشن أبردلين هو يناجي الحديث الذي ترجح خطأه لدى الناقد. إذا حديث دويز منكر حديث منو حديث دويزة حديث تلش والناقد تنجرجح إذا حديث غالط لوه راجح خلقيو إذدك منكر حديث سواء كان المخطئ ثقة أم غير ثقة تفرد أم لم يتفرد خالف مع التفرد أو لم يخالف خالف واحدا أم جماعة تسباش خلياتهم حديث غالط وعلك تيش ميراو ولحو تيش ميووتك ولحو تيجح شات تحلق وعلتو إديس نح تحلق والنزتو إديس نح سوى مثلا خلطو نح شات تحلق والر تيتي نح يخلطو سوى شات عنرو ينخلطو نح يقيت جماعة خلطو نح سويس. وسواء كان موضع الخطأ في الإسناد أم في المتن يا غالط له حديث يحيول سند يحيلح يا متن يحيلح يميلضل هم باش خلا ياتبوتو. فإن ترجح جانب الخطأ على جانب إصابة فهذا الذي ينكر عند أئمة الحديث عليهم رحمة الله. تغالط له حديث غالط له يؤل إغالط له خلر آغوة تولح أخي حديث عيلنا حنقرقح إمام شنقرقح منكر حديث تون بوقته الله كان يتنبول تار. تنبيه بريميتشاني تدم تبغيتر أهلية الراوي للتفرد ليست مطلقة. تأسين سوين بقع دو تعرف يجخينا إيدر كيجخينا
حديثة دوش ولا حديث منكر حديث إذا شا تفرد شا تعلق على دي تردو إذا يتعلق على الأهل ووتشو يعني إذا يتعلق على الأهل ووتشو بولا إذا مطلقا ذات بولا قد يتأهل للتفرد برواية دون أخرى نجح يحديث شا تعلق على دي أهل كل شغلون بولا أتعيض رواية ديت أهل تهلونيز فإن وجد في رواية معنى يصعب التفرد بمثله لم يحتمل تفرده به نجا أحسن عن رواية كريج عن رواية معنى كريج مثلا تحقى إشتا خلق دولش ات مثل ثاني يراوي تحلخواله إراوي تحلخواله يشورش رواية يوش إيش رواية راحة كريتي لم يحتمل تفرده بيت أحكتنجر إيتو إشا تحلخواله حديث دوش كان أحكتنجر إذا قابو تدبو مع أنه قد يمكن أن يتفرد بها غيره ممن تأهل للتفرد بمثلها هتي إيواتو إراواتو كراوي أهل شاي كلا يشول شونا حديث دوش كنا تعالى وقد يمكن أن يتفرد هو بغير هذه الرواية حيث كان متأهلا للتفرد بمثلها وهكذا تحقى يأي حديث دوش والأهل وزك تعالى هالروايتيت أهل واترز أم تحقي روايتيت شاي تعالى على أهل وز إشتا تندين مطلقا داتز مثلا تعتخينها شات تعلق والديتشي حديث منكر لور دات هنداش تعلق والأهل ونندل إذا تعتيو رواية حاجندو أم تعتيو رواية كها عقوزها أهل واتير دويتسونج بس إذا رواية حاجندو بوصو فالنكارة ليست متوقفة فقط على حال الراوي بس عطولك عن راوي برداتشي كي حالة إدوانا مدات إذا منكر حديث خلر بل تتوقف أيضا على حال الرواية ومدى أهلية المتفرد بها للتفرد بمثلها إشتا رواية حولا تدوغنا دويز إشتا أهلويتع إشات حاله ليواتتع ألا استدوغنا دويز تنبيه هنا آخر شول قيولا كيزميشاني يفرميشاني تبين من كلامنا في المنكر هنا ومن كلامنا في الشاذ تقوي قزح منكر حديث قميل ديشي بالقلدير وين وشاذ حديث قميل ديشي بالقلدير وين حيث تعرضنا له في موضع في نوع الصحيح صحيح حديث دوش خينحا حقير ويس أن المنكر والشاذ سواء ويقال المنكر حديث شاذ حديث إشي تساعدوا وليس بينهما تغاير تاش نقحا تعباش خلياتسال لكن من أهل العلم من فرق بينهما هم علمنا نقحة الشاذ منكر حديث نقحة قاستا بنقون إيش قاستا بن علمنا بون فخص الشاذ برواية الثقة حيث يخالف من هو أوثق فشاذ حديث سار ملخدو على إذا ثقة والش تيشمي والش راويس حديث تيسر دو إذا شلج تيشمي والشنا خلطويش والمنكر برواية الضعيف حيث يخالف المنكر حديث ملخ لارتر إقاستا بنجارة إذا غيل راويس حديث ديسر دوك إذا خلطويش والقول بالتغاير بينهما لا نعلم أحدا سبق الحافظ ابن حجر إليه تاكينت شاذي منكر يقحي قاستن بنجار يقحى ابن حجر سو ابن حجر الحلقة تعمو شاذي منكر حديث يقحي قاستن بن خوش داتون بوشارحه وعامة من كتب في المصطلح قبله لا يغاير بينهما ونداتشي سو ابن حجر الحلقة بالعالم ناخذ شيء طول حلقة مصطلح حديث يازن بوشارة سار باش خلينيات منكر نية شاذ حديث يقع ثم صنيع أهل العلم من المتقدمين يدل على عدم التغاير أيضا إشتا حلق دعبهن بالوي عالم ناخذ سير براكتيكا مثلا سار شيء سعادة حديث عمل يروت أن يستوية
شاذ حديثني منكر حديثني وقحة باش خليش سفلر. وقد شرحنا ذلك في غير هذا الموضع سنخلع سويا شرح ديش ديتر هرمت جيوتشع. وبالله التوفيق توفيق الله يدو. تنبيه ثالث قول البريميتاني. نسب بعض العلماء المتأخرين إلى الإمام مسلم أنه يطلق المنكر على ما تفرد به الراوي المتروك. أتعب العالم ناخا هدنا تحبه كنبوت عالم ناخا تارى إمام مسلم منكر حديث أول ألا تارى نجح سنة حديث دوتش ولا شاس حلق والحديث دوتش وجا الراوي المتروك تويستا يغيل والعدوة والراوي سودي تحا تويس متروكو سنخا دق بولناها إذا غيل واتن حديث عدة جارة تويس إيش توچو ديتشي كلش دو يزال منكر حديث. وجعل ذلك حدا فاصلا للمنكر عنده سار إذا قستنا دازوت وهنا خادم بيرسيقابو إذ منكر حديثتو إمام مسلما قرقعي فلا يصف الحديث بالنكارة إلا إذا كان راويه متروكا. سار حديث رحا سار بوخ إمام مسلم حديث منكر دو سأول نجح سن حديث دوش والراوي متروك واسحيل. واغتر بقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وعلامة المنكر في حديث المحدث. بس إيشا إيشا عيخ بالله إمام مسلم دشسان تقية ما بيزار سكيتوش تنخا إمام مسلم شي مقدمة الصحيح شي صحيح مسلم وشرجينا مقدمة يازن تحسو ألا وعلامة المنكر في حديث المحدث حديث دوش وش محدثي حديث منكر خلال علامة سنبيل هنا أجي إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. حديثي إراءة منكر دون حديث رواية أحيث دوستيش تاقا بامت تاقا ناخشين ريزا بوش بول إمام الشي رواية ثاني هون كوالي هون سن روايته سير رواية خلطويش أو لم تكد توافقها يئش عن يوغش كرياتهم. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك نجح سنة حديث دق حوله إيش تقولش لها تويسويوش رواية بقي إمام شندوحة ليوغش إيش تقولش لها كان مهجور الحديث يحديث دوش والراوي يحديث ساتن بالحسن يوش تسنجار هونيز غير مقبوله ولا مستعمله تويسون حديث قبول دشدات سنة حديث عمل يشيات بو. ونحن نقول نعم انت شارح بوها ويبو إشت الحديث الذي تفرد به راو متروك هو منكر عند الإمام مسلم وعند غيره أيضا. منكر حديثة إذ نجح سن متروك والشراو يزديت الشاس حلق والديت وحديثة منكر در حديث إمام مسلم جرجع دو إذ منكر يوشون جرجع دو إذ منكر. أما أن نجعله حدا فاصلا للمنكر لا يشاركه فيه غيره فلا. أما إسعداز وتوخنا هر حديث منكر دو إمام مسلم جرجعها هر دو سكدات سألا إشت إداز وخوترنا استعريز ذات بوشارحون. فالإمام مسلم لم يقصد هذا ولا غيره قصده أيضا. إمام مسلم وشي درس لك حقي إنك إعال شو ما ياتر يا إيوه تكيش علم استقعال شوية إذا ترسان لإنك وإنما يريد بكلامه أن يبين أن سوشي قمي لحبيل قد لإنك سنهدر أن من أكثر من رواية المناكير كان ذلك موجبا لترك حديثي بالكلية. رواية دق حديث منكر دول رواية ثاني دوش والحديث ستسنا إيش إدوش والحديث حديث عدي تر بولنس عدي ترنت أنيس فيش درسون قميا. فنكارة الحديث سابقة لوصف الراوي بأنه متروك. تحقي حديث منكر خلال رأي راوي متروك ولن تنسش وكسوات وشدو يسبوه.
بل هي من موجبات تركه. من الخوة حديث عدي ترنت إن يستشم دويس ويدق ديتر منكر حديث. فكيف يجعل ترك الراوي شرطا للحكم بنكارة رواية فتاما؟ أخي حديث الراوي إذ متروك وآلا يتون حديث عدد شدو آلا بيحكمو خوة توربو شاء سويتو روايتي إذا منكر وآلا سنة أويلي يحبو سندين يالا يحتكدو إمام مسلم قرقحها نتولك حديث الراوي المتروك حديث ديتشي منكر خلو يتسديس هون إيواتو كيتو ديتشي خلش دو يزبوس منكر حديث إمام مسلم قرقح أم تعبون عالم ناخا وذاك عدالي نوش داش نشاه موكيهتا إمام مسلم قرقحها تولك متروك وشراويس ديتشي بي حديثة نقاع تعرف ويالتو ديتشي تأكتي بي إذا منكر تهول المتنة سنخ يشتغل الراء أبيش نكتشوان شارح. الحديث المتروك ليس متروك حديث منه دتاق. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المتروك فقال صوتح ناظم قي حديثا داق ديت ولولروين قي حديثا داق حديثا داق ديت ولولروين منكر حديث عداء شود سؤال متروك ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فوق رد متروك يعني ديتشتو الحديث متروك حديث إذا شاتعله على ديس نندو إذا يتعله على ديس نجاه عالم إجماع خلا إذا غيل خلالته والمراد بمتروكه متروك الحديث أي الحديث المتروك متروك وعجسنا تكودبو حديث ديتين والراوي ويستو يستون حديث قابو تدشياء الحديث المتروك يشاء ديتين در حديث تويس. أما معنى الراوي المتروك الراوي متروك ولرسون عن هدو فهو من ذكروا في صفة المتروك إذا علمنا أخا متروك وعلى صفة حقينك إذوك راوي المتروك فقد عرفه بعضهم بأنه تعوت على آلة إذ متروك راوي منه من أجمع الأئمة على ترك حديث الذي انفرد به إذا شات حلخوالت حديث ديتشي عالمني برد خلت حديث دي تمتح سن حديث قوبو تدمتح إذ وعلقت المتروك حديث المتروك راوي الراوي المتروك من أجمع الأئمة على ترك حديث الذي انفرد به أما إذا لم ينفرد فليس بمتروك. وهو تعريف الناظم إذا انسى بيقوني سيل أو تعريف يرون. وقد نقل ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة وهو في فروعها أيضا أن الإمام النسائي يخرج في كتابه أعني السنن لكل من لم يجمع على ترك حديثه. إشتا ابن صلاح شيجين حا مقدمة ورشدوشو سوى بلغل داقنا إمام نسائي شيجين حا سنن ورشدولا سوى حديث دوت راوي غرا تاقا إذ منه سيرا مسير إجماع خلي وشو راوين تير بس إجماع سخل لحسن حديث دوت دو هلا تنقر دوت بو. إلا أن هذا النقل عنه رحمه الله فيه نظر دلح إمام مسلم يرتاري حيالو النقل تنقح نظريون بو بس حاجويش تو يقولك إشتا ريزو على الشارح بس إذا بولي توشن ذات بوصو. وإلا فقد ترك الرواية في سننه عن عبد الله بن لهيعة عمدا وقصدا تأكد نسائي السمى مسو عالم نبرت خلق ووتشنا مدتني حديث سنقري حديث سدوش مثلا عبد الله بن لهيعة بوش ولا راوي سن سنقري حديث سديس نسو فردنا ميرن وابن لهيعة لم يجمع الناس على تركه فابن لهيعة ناخا العالم يخبرت خلبات إذا سن حديث دوتش دوال بل الأغلب على عدم تركه ما الخوات سن حديث دوتش سغر إذا طولين دقوه دكدو وإنما تكلموا في حفظه فحسب عالم سن ابن لهيعة حقا كميال درات سن فامت حقا دين كميال دو ساريس بو سن حفظ دوزن دويس.
وهذا المعنى المنسوب للإمام النسائي وجدته منسوبا للإمام أحمد بن صالح المصري عليهما رحمة الله. إشتا إمام نسائي تون قديلين دون قميلة إشت سون كرير هنا أحمد بن صالح يديننا. فقد سئل عن ابن لهيعة تون خاتر ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة فقال لسائله سؤال الخاتر دين تونك اعلم مذهبي في الرجال خألح سمذهب سنيق في الرجال يعني في الرواة الرجال يعني قد استغربوا الرجال قد عروش بو استغرب ملشبو بس حديث دويتش بود حديث دويتش بو علم نيخوكا سمذهب خالع رواة حكا أني لا أترك حديث الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه شا حديث ديتر دويتش دات حوانا راوي قره سير مختون مهكح بولش نيخ برت خلة تمس سير إجماع خلة تسون حديث دوتش دوال أتير برت سويتي أسي سدوتحون بو حديث سنجر أسدوتحون سنجر حديث بو. ولما سئل الإمام شعبة بن الحجاج عمن يترك حديثه إشتا شعبة بن الحجاج دي خاتن شخينها حديث حانجر ديتشدو يعني قالت وإيلر من يكثر الغلط يترك حديثه دق غالت ويلش وتنجر حديث ديتشدو. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون يترك حديثه تاقا غرب وعالمنا غير بوش بالعالمنا الحديث ديتش وتنجره تان دوش دوش الحديث تو ديتش إذا ديتشدو. وإذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه إشت مثلا عالمنا برت خلبو إسراوي غالت والله إشا غالت والنت إيرا يقوبو تسدشة شا غالت والله لزقوبو تسدشة ميل خوة شيشون تحتقور شويقة ها شا غالت والوات بو شويقة تنقرأ حديث قابو دشتاتون حديث دوتش دبو. أو رجل متهم بالكذب يخاف لشو قال بيحكي وينوك خاف لشو قال بالقلب قال لقوات إذا بيحكي ويشوك متهم بالكذب بي دا كذاب باش غلوي متهم بالكذب إذا نيه قمي راح خاف تقدو يشوكو إذا تاقا إشتغل علمنا كذاب إذا ديالي يتشنت خاخوش تخاف سوق كل شيء إشتوكو إيش متهم بالكذب وراح تنجر حديث قابل سلام يعني. قال وظاهر الكلام الإمام مسلم أن المتروك هو من تكثر المناكير في حديثه ذاك متروك راوي مله إمام مسلم جرجحه إذا منكر حديث دقدوش في قوقس أقوى ذلك عدارين دق إذا هنسيوهن يقودوش. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عورضت روايته للحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك يعني المخالفة روايتهم كان مهجور الحديث يعني هذا الراوي الذي تخالف روايته روايتهم كان هذا الراوي مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. قيس يوحو يوحيو معا شطور ده ويتقدعتن ويكون معا ديورا. وكان ابن المبارك لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يرفعه. إيش ابن مبارك حديث دوش داتر راوي قرأ سنة هم قاتلته إهم يوختوا سنة سقوش تو يستون سعا يبيه كزلوء يتنقع إخير دات سالسعا دونا يتنقع يون غالط زعيا قلوش يوتش إشتا إغالط تستقع تخيلش إشتا هم خلشي بيتو حديث سدو تربوه. فكل هؤلاء متروك الحديث إنسوا ميال بيت نرشت ويش حديث سدوش دو تربوه حديث قو تسالقر دوش دات بوتو. تنبيهات وفوائد مهمة إنسا بيد نشأة تحقاتيد مشأة. ينبغي على طالب علم الحديث ألا يخلط بين حال الراوي وحال الرواية أو بين الراوي المتروك أو بين الرواية المتروكة. سنديله طالب العلم
حديث علم كاستن روش وجوه سوى سميش ودت ديز بوتاني تسكيل سيز سنة حال الراوي تبير ذاتك حالي رواية حالي اتوقع هو شخص إيدة سديز إشت الراوي المتروك ويتن ولا راوية حديث حسيوش الرواية المتروكة تعدتن رواية تيوقع يد ديش ذاته فلا يلزم من كون الحديث متروكا أن يكون أحد رواة متروكا بل الحديث المتروك تندي نجح سنة علمنا هنرجع حديث حديث هذا حديث متروك ويلك وهر حديث ديتين دو ويش دات مثلا وإيش ألش هذا حديث متروك يعني تنخ لازم دات عن تويسو تدور وش دات هنا يا حديث دوش والروايش نقع من الراوي المتروك خلال بل الحديث المتروك هو ما ترجع فيه جانب الخطأ ولو كان راويه من الثقات أو من الضعفاء ضعفا محتملا الحديث متروك الحديث الراوي المتروك واسمه الحديث المتروك نجح سنة يملوه ضبوه إذا غادت لو راجح اللي دوك عالم سجن جرجع حديث دوش بولا رواج ثقات خلاع تيش من خلاع يغيل خلاع سير غيل الله تأوه يوتشبون وهذا كمثل بعض الأحاديث التي نحكم عليها بالوضع مع أنه ليس في رواة كذاب ولا متهم بل قد يكون ثقة فاضلة ينسوى لك عدالين دون مثلا موضوع نالشي تحضر موضوع حديث سن موضوع حديث من حديث دوش بولا عالم ناخا كذاب خلويش واسعون شاوق مثلا يتنسى أبناتي نخلويش واسعون كذاب وال نجح ثقة والشوال تنقرأ خلعون بو إذا موضوع حديث بالقدير دوي حديث موضوع در أعلى حكورت مدوغي لحديث ديسن بولا رواية مسوى كذاب وال يس رواية شقح كذاب وال هناك موضوع حديث ديكلوشتو تعسخين كذاب يكهل تعسخين يوش يكهل إيش تحاول قزحة نجا حديث متروك كل أم رواية شقحة الراوي المتروك سهل يسقحة إذا سميش ودت ديزبوس وطالب العلم الحديث المتروك عند المحدثين هنسى الحديث المتروك هدوتي عالمنا نرجع الراوي المتروك واسمه حديث المتروك ده. فإذا فهمت هذا الفرق فاعلم رحمك الله إذ ويتن وباش خلو حكيتي ونخيتي خلح الله حوك إن هي تنبك أن أكثر المحدثين لا يستعملون وصف متروك في التعبير عن ضعف الحديث دقبل عالم ناخر حديثنا متروك دواليه اتورجيني تانتا ليل تدعون اسبوع حديث غيل دوت خينا وإنما يصفون الراوي بذلك أكثر دق حول اعتادة برداتك كان ليل دعون متروك وان فقلما تجدهم يقولون هذا حديث متروك وانت اوك اذكر دون سارة عن حديثنا حديث متروك دولش وإنما يقولون عن راوي ما متروك الحديث تعمل خوة تعمل خات عن راوي أول إذا متروك الحديث لو يسون حديث ديتنا قوي سار سنجر حديث حسب يشوي قوي زوري راوي أول سار أما حديثنا حديث متروك دوالج أو كيس قوي سار بو وممن وصف الحديث بالترك الإمام الدارقطني رحمه الله كما في سؤالات البرقاني له نجح حديث المتروك دول إيوتر هون إمام دارقطني سؤالات البرقاني له سؤالات جينحة سؤالات جينح مخلر فقد كان يقول أحيانا يترك هذا الحديث سؤال الجينحة حديث دتشدو يعني حديث متروك دولي وتجد الراوي الذي قال في ذلك ليس دائما متروك الحديث أو كذابا سوء حديث متروك دو الحديث حسن رواية تلوعجي سند تلوعجي سوء إسناد عقل رواية نقع منساكرة سواء راوي المتروك وإنما ترك روايته لأنه ترجع فيها جانب خطأ سوء حديث ديتر رواية تربع هدو ونالت سنجرجع إغالة لو سوء رواية على غالة لو إذا جوه خلندين
استعمل بعض أهل العلم كالإمام ابن عبد البر المتروك بمعنى المنسوخ. أصحاب العالم ناخ متروك بوشتجا حديث ديتين دوبو معنى دات سيسا قابو تدش من هو منسوخ توس أتمنون دوبو معنى عليه لينونيس ناسخ منسوخ دوبوش معنى عليه لينونيس فيقول عن حديث ما هذا حديث متروك سؤال مثلا ابن عبد البرس حديث متروك دولي يريد أن لا يعمل به تويس حديث عمل تيبوغ دويس وقد يكون حديثا صحيحا حديث نجح صحيح كل شرشدو صحيح كل نجح فهذا ليس من الترك الاصطلاحي ينسوا أيوة مصطلح حديث عيسنا للترك إبو مع داتس إمتروك داتس إذا منسوخ بو معنى تويس وجالي إذا ساكي ناسي خاء دينا ساعت منون حكمة دينا أتمنيتين حديث تويس منسوخ تويس إبو معنى تويس لئلا يتوهم أن العالم مصطلح على هذا يضعف الحديث بوصفه بالترك سندير وين خاء ديت بوس عن عالم استجوى حديث متروك دوالشي إبو دات سن جرجع إذا غيل دوالتين سندير سو عالم جرجع عالم سجن جرجع من المتروك بوشتك يهودو خاء ديت باختو يهودو دوز ديت سجع هل متروك الحديث يكون حديث منكرا وهل يقتصر في تعريف المنكر على من ترك حديثه متروك الحديث تسيز إراوي سن حديث منكر هلي يا إذا منكر حديث دق سنة تودي تندوش حديث انتحاء أغرني تودين هولي أغرني تودش هولي سبق الكلام على هذه المسألة في المنكر فراجحه فإنه مهم جدا تويس منكر حديث ديوتشا وديت رونيزا سنديلت سيجاحا يوفف تريتيز بو الحديث الموضوع إنت موضوع حديث من وضوء ثم انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث توقع ناظم تحقي حديث ديتا حديث داق ديتا والولرزة هذا أحد حديث داقدو هو الحديث الموضوع إذا موضوع أورشت الحديث تقيزة فقال سويلر والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع حديث موضوع حديث منه إذا ديل إيجان تقوى لن الخرط حديث تقوى لن الأشبش تقوى لن بالأشبش تنخ موضوع حديث أول وقد عرفه الناظم ناظمز بالقل دعكي وينا خلر موضوع حديث خلر الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ديال يا جنة صلى الله عليه وسلم تقوى لأن الخاص خلال إذا موضوع حديث وديال يا جنة تقوى لأن دعا بخبو وشر ديوش الحديث واعلم وفقك الله لرضاه تويستا هون خلع الله دال هون توفيق دلر شاريز خلر أنه ليس كل حديث موضوع متعمد الكذب وإن كان هذا هو الغالب خلع حديث موضوع حديث إشامل دول حديث دوش كان إمنا دير جنت تخارت سوى قولش تريدنا مير النديس دول إشامل دول حديث إيش تخيل بيش داس عن موضوع حديث دق حالها غالب دول حال إيش دلح دق دول موضوع حديث إيش ديس دول تريدنا مير دير جنت قولش خارت سويش أم بس نخلش داس عن بوتويس وقد يفهم هذا من متنه وصيغته نجح هاي حديث موضوع خلاص المتن سو حديث دارا حقيح سو صيغة حقيح خأوان بل قد يطلق الموضوع على خطأ راجح تعس خينا مثلا عن عالم سجن جرجح حاس غالط وهل سو حديثة سو نجرجح غالط كل رجوع دلحة سو نخو الموضوع لا سيما إن كان في المتن نكارة تفسد المعنى وتقلب المراد من الحديث كأحسن نجح سنة
ثم تنجحها ثم معن دوخ وشتها هم دلح معن دلح ياتو حديث رؤشت الله هما خاص وشتهم سيقع دلح فيكون هذا المعنى باطلا منكرا وإن لم يكن راويه متعمدا الكذب طب إيش تحال شيء حديثة اسمع عن حديث إذا باطل هو منكر هو حديث ديس نشة شاشة بدنا مير إن أش بيتغيش تاري ديس ده صح سندري حديث موضوع حديثة أجرني ترى نيست أستول كإذا بدنا مير إن أش بيتش ديس جاربي إيش ديش بيتسهوليس إيش ديش ضد قدر حديث موضوع حديث هم نجح موضوع حديثة سيقع بدنا ميرن اش بيوتفول يرواتش بوتش خلي شولش بوتو كذاب بوش راوي واتش خلي شولش بوتسو. يقول الشيخ المعلمي اليماني تقاتو بلغل ديقنا المعلميس بلغل ديقنا إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد يقول باطل أو موضوع. سعنا ناقد حديث طل شولا إمام وتتعبول بيشين سو حديث تعبول بيشينه سن بلغل داج حديث دير إيشن ديلر إذا نيس داتسال سن بلغل داج تو أول حديث باطل دو يموضوع دو وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ حديث باطل داعي موضوع داعي اشنو لفظوه اشنو دشوه تاني استشتوين حديث ديريتن تقوى لنخلر فردنا ميرنا خليلي دي بهشيبك خليليس إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا موضوع آتي سوشين دشخ شورغ دولدوش توز موضوع دوكيز موضوع آتي سيخ كوش دوش لكودو إذا بريدنا ميرنا ديتين دنا حديث دوكيز آش بيش خارسو يوش سيخ كوش دوشك سرازو كوش دوشك إدو غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جميع كتب الموضوعات بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد فنجح ما بوثر ويكوش دوشتن هما موضوع حديث آج وإن كوش دوشتك إذا بريدنا ميرنا خاص ويوش إش ديتن دوار كوش داغح تحضر موضوعات دول جين يشكحها إمنا وإن إكوش دوشتوش إسو من ترجم سبينون تربوه نجح تر حديث دوت هنا اسم موضوعات وشلو جين يشكحها يا موضوع حديث بلغل ديش لو جين يشكحها يا حديث باطل خلال تانيس ويشتل هما دالدش خطاب نيشني حديث ديتن بالروا تشتا يرجحها سبيتان نبيدنا ميرنا خارت ويس غيش بولشتا ريتن ياتها وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلان الخبر به لم يهتم بتعمد الكذب نجح يحدث باطل دو على دليل شغله بالقلو وشغل هتيا يحدث ديتن والراوي تحق إحا يحدث تلش بوش عالم ناخت أولا إذا خاص لشو مثلا يا خاص لشو البيحكي من أتسخوليس بل قد يكون صدوقا فاضلا نجح من الصدوق والشولا جمع ثقة والشولا ميلا بامتا جمع غيره يجوز يشتروا يخلون إزديسنك ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث ودلح حديث تلش وجنها إذ حديث غالت والليز يتن حديث مثلا قيتو إدوجت الحديث وقلنا من هو غالت تأنه قلنا تدالينيس فسكون جايني يازين يكون يازين سخين مثلا يتيب وقال السيوطي سأل الموضوع قسمان موضوع حديث إذا شنديق يقرشتو قسم صدق تعمد واضعه وهذا شأن الكذابين نجح بريدنا ميرنا يقيد وشت الحديث دو إذا دق حالها رواج بوي كذاب وش متوز ديلي عشان تخارسو قول شولا
ناخد يجدو أشور ديجا وقسم وقع غلطا لا عن قصد إذا غالط له يا أربعة دورشتو نو غالط له بريدنا ميرنا يعني عتسنجر. وهذا شأن المخلطين والمضطربين لحديث. طيب إذا حديث شنوقع إيديش بولشناه هنخلشتو يزدق حوالحا تقا يغير يا صحيح حديث سدوش يس حديث ووشا إيدن تشوتشي عزيش مثلا دويتش بولتانا خلشتو يز إشارة الله غالط إشارة الحديث سارقا دق حوالحا. كما حكم الحفاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وهو ابن ماجه وديتن شيجين حاس حديث حديث عالمنا موضوع دال إملو حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار بيسن لا مش دشوك دق لا مش دشوك دي نحو يحخز كديتنا الحديث فإنهم أطبقوا على أنه موضوع سار ألاقي حديث موضوع دال وواضعه لم يتعمد وضعه وقصته في ذلك مشهورة. أما إحاديث ديت نوج إمنا إحاديث بدنا ميرنا يقدع قيرش ديتن دات سويس إذا يشتغل الرأ توقع قصتون بو مغاريال يوش. وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين وسيء الحفظ بعزو كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام إليه إما كلام التابعي أو حكيم أو أثر إسرائيلي. الدق حالها إشارة والقسمة وموضوع حديثي إذا مغفل إذا غوبل برشبل يا بقي خلوجاشا وقل جود حبام التلقين وضع يا سيء الحفظ يا بامت ويرش ولا تار نجرجع خلشدون إزبوه تار جري ورش غالط طويزة دير يلشن قمير عليه الصلاة والسلام تابعي قمير تانا مثلا إيدا تاريز يتابع قمير دير يلشن ديسنا أول تار يتع مدريد على مدريد سوديسنا على دير يلشن ديسنا أول تار يتع إسرائيليات مثلا سيقرأ ديسنا هما دير يلشن ديسنا أول تار تس إيش نجع غالط طيول تارجر غالط طيول شنحة إمنا دير يلشن تخار سوق ولا تعمد إياه تارجر حتى شاي حديثة موضوع دله. كما وقع في إشت مثلا نادي حديث مخيلر مثلا ألا المعدة بيت الداء مثلا جيرو دكايزة تمجرنا هسميئل والحمية رأس الدواء تداجر إذا مثلا دربا كوارت بوال إشت وحب الدنيا رأي كل خطية دنيا دي زر إذا هو رأى غالط وانا منين يعلم مثلا وغير ذلك إذا وسكد لهم هم نيش حديث مثلا حديث أجدش نيش يكون معروفا بعزوه إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا دير يتووش وديت دو على غرد ولدش نيش فيلتبس على المخلط فيرفع إليه وهما منه حديث دويتش ووش إذا مخلط تو حديث دويتش ولا يقع قاستم تبشى ديليلشين دوش دوالي تسونغ ديولق تويس مثلا وهما منه تويس غالت وعليس المهتن وغالت وعدين دو تويس فيعود الحفاظ موضوعا حديث موضوع دول عالمنا خاتيا ووقو بريدنا ميرن ديليلشين تخارسوك والغيرش ديتين دوتشا. وما ترك الحفاظ بحمد الله شيئا إلا بينوه تعدين قنية تمساء ويا حفاش ويبقي عالم أتحاهم ديتن داتي بالقوديني بي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا الله دالا دين شي لردر نقضوش ومادو إذا بقى الله شاء الله القرآن دوستينا شاء لرد يشتو يزبوه
إشت بيامر سنة لدين الله دار ديشتو صحيح ديك ضعيف ديك موضوع ديك وين حدوش بلقل دولش علمنا بلقل دينا الحمد لله وين سعاهم بوقت تشتغلون بلقل دين دو لكن يحتاج إلى سعة النظر وطول الباع وكثرة الاطلاع تضح دق علم خلديش دق جين يشديش نتسير علم يمسهم دوش اشتغلوا يشو دقيهما خوش خلوا يشو وقد يقع الوضع في لفظة من الحديث لا في كله نجح دول حديث بريدو متسدش ميل هو تحندش تتوانا موضوع خلي شورش دون خارج حديث خلي شورش دون مثلا بايمر دوش سن لا سبق في نصل أو خف أو حافر فإسا ديلش صلى الله عليه وسلم إيس ولا ميقش راتبو أتها قوم دي سلت مثلا قوم أنجحاد مثلا سريو نواني شار إشتا ميقش دو من هم دو إشتا نصر ما عاد قوسر سن سيق عاد قوسر سن سرلا أو خف جور خهكر سن أجي أمكل يلح إشت أمكل مثلا قوس ليتر سن أو حافر يجور مثلا هذا حافر جور بيرجي إز كابويتا حافر أول بس إذا حكاشت حديثة دوش حديثته إذا ديلش نو قال عليه الصلاة والسلام حديثته أما تأتوخ أو جناح قال إشت مثلا تأمي ورشل هما تجح قوس ميكشتو قال جناح تزق وزحتوس قوقر شدوش فإن الحديث صدره ثابت بس نشاري حديثة صحيح يو لا سبق في نصل أو خف أو حافر هذا وقول أو جناح موضوع إذا تأتوا إدوش موضوع دو تعمده واضعه تقربا إلى الخليفة المهدي إذا مهدي سو خليفة جرق وخرحامة سن ديزن ديلي قوقش سان لوزر سن ديزن ديلي يكتأتوا هذا سوي حديث لما كان مشغوفا باللعب بالحمام سن لوزر جو ديش لوكس قوقش سان لوزر سن ديزن ديلي حديث قال بولنس حديث تاسو يقنعك يعني في لفظة من الحديث لا في كله حديثا سعد وشيد وشتوخي نقع يشتغل الموضوع حديث وقد وقع نظير تندينا ما هو مثلا إيش موضوع حديث نيستيتشي بالقلدو هوك حكاتش زيليتشن دوشتو صحيح دوش أم هر دوشة يلي هر دشنيش يشتتيتوان دوري وقد وقع نظير ذلك لليث بن أبي سليم فإنه روى عن مجاهد وعطاء عن أبي هريرة في الذي وقع على أهله في رمضان إشت مثلا دي سندو الحديث سنسو حيالي نوتيبوش كان ثاني رمضان بفتحشي زوجن زوقمتك خلوتنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة تحقى ليش على الله يحله يتعال قال لا أجد سؤالرسون كرم سوال قال أهدي بدنه قال لا أجد يا مثلا هل هو يوريا أمكل هي إدعسيق مثلا هاد سوسلقوالسون كرم سوا قال الحفاظ علمنا قال ذكر البدنة فيه منكر بدنا الإتئة وخلا إذا منكر ده الظاهر أن ليثا إنما زاد غفلة وتخليطا لا عن قصد وعمد والله أعلم إذا اتراوي الساه ليث بن أبي سليم سوشية قالت اتوا هندويس طلع اتوا خرا عمدا داتيس خاخوش برنامير هو غالط وعلى غوب الخلط اتوا هندويس هذيك خوش وقال الله شارح وبيلغل تدي بيلغل دينا يكردر إذا موضوع حديث ديس يشور شاسنا أن يقع حديث طبوش إذا بيلغل دي أقنيبه تو إذا حديث ديس ميكشتلر تقعدك خارج توخلر إذني استخلر بيلغل دي أقنيبه ديس يشور شتاتيس سندير موضوع حديثة جو قير ميحاضون داش دير يجن تقول خارج تويو دق حوله بو يزون داش نجح خارج تقول لوش دوش غالط خلش دويز سنة خاوة لقاح زبسنت مدر موضوع أول أعلم سندير خوش دي ترما
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صلى الله عليه وسلم. خا خوش شين تخاف وقول شبوش ناخا شين جيرغة تعمه مت كيتشول سارة. بقى موضوع حديث يقدع قربع نشأ تيجي احتاج بوليتيجسكي بعنش دو مثلا يعني أسباب السياسية دو مثلا تعت دونا شين تعت بوليتيك يرحم يا شي تعت منيني يرحم تعت خريف شن قرق بهرحم مثلا تاق تعت مذهب أحضر بعنش دو شي مذهب أحضر إيش مثلا شي منين يرحم تعت بدعة شو كده وش ما يشهدوا حديث يا ترهيب وترغيب يا ناخ مثلا هقول أحوم ديش إن زريك أحد يالهريون مثلا دوات تيش تسعين حول بعين هريون بوش تعيق يالي يجتاها تعدل عديش ناخ يقضوه يعمل ناخ يترحم يا ناخ قيروش إيش قدين تون زعين دين تيش تشرع جويرة تعوغر ويزبوش مثلا إيش حد يشوق يدوه عال شو ديك يتسير ناخي ديكم دايتر ناخي ووم نخا جين باخر أم عال شو ديك درقاتم باسونا دير يلتن تقول شخارت ويرون دير سنخا تير حالت أو كير ميدو. ثم ختن الناظم رحمه الله منظومته بقوله سوبح ناظم سهج منظومة شقيقر شيدشت وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني سحود دو الجوهر سنة يوالي شقيا لاربو شي منظومة شاتن سيعقل منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت استريت كتير سوا بيت شيبو بيتع وقد نزمع لدي كانت مخرت وأنا وكنت يقنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على شارح بعد يزيز فإستا إنسوا ميل ديتن دوتشارا حديث شهور دا قد يتخين حاجة شارح بالقضي هور دا قد حديثي تيجا عالم نعرزنا غلاسي خدر تاك هور دا كحات ساردوش خينا هور عالم تيجا شيشي مصطلح خدر شيشي اصطلاح خدر سنديرا طالب العلم سيخ والمقردات شين تسعنا أبرداني حق يتسا إذ مسنا بريمينيتي غيش سنديرا عالمنا هو اللحوش تان خاطة خوش قاسين حديث علم نجحا يشتمع سيخ سروش خلو يشو الله دالا وقجينا ديش ما عندوكش دار دول غالط ودلح إذا لدو شوتنا الله بالقل دوقير إذا سونا خاص ونا الله دال جيش دولا الله دالا شيد وحدولا لا كان قيمتنا وينا كنا بايد خير بولش الله علم عام دش إدار وشارح دولا والحمد لله رب العالمين.